عسلامة البنات، مرحبا بكم مطبخ تونسية في مصر. بما أنه وقت الرمان، باش نعمل معكم كسكسي بالرمان أو مسفوف بالرمان التونسي بطريقة سهلة وبسيطة. واللي يشوفني أول مرة ما ينساش باش يعمل لي لايك وتعليق واشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد نهبطوا على قناتي. بالنسبة للمكونات لهنا أنا بديت بالمكون الرئيسي والأساسي اللي هو الكسكسي اللي هنا أنا الموجود عندي في مصر كسكسي متوسط. هو من الأفضل إنه الواحد يستعمل كسكسي جويد في المسفوف، أمانة مش موجود معايا فاستعملت الكسكسي المتوسط. استعملت بمقدار 200 جرام من الكسكسي وضفت عليهم شوية ملح وضفت عليهم غرفة من الزيت النباتي وبثبثتهم بالباهي. ولهنا بعد ما بثبثت الكسكسي بالباهي بالزيت كملت زدت شوية ماء دافين وبثبثته زادة مرة أخرى بالباهي وغطيته وخليته لمدة 10 دقايق هكاكا وهو متغطي باش الكسكسي يشرب الماء متاعه وما يجيناش معجن، يعني يشرب الماء وبعد نحطوه يفور في الكسكاس. ولهنا بعد 10 دقايق بعد ما شرب ماء الكسكسي نزيد نعاود نبثثه باش نتخلص من الكعابة هذيك ونحطه يفور التفويرة الأولى. ولهنا في ما يغلي حطيت شوش الورد ولا زر الورد باش يطلع الريحة متاعه والنكهة متاعه في الكسكسي. وحطيت الكسكسي متاعي في الكسكاس وخليته لمدة 10 دقايق يفور التفويرة الأولى. وبعد التفويرة الأولى هبطت الكسكسي في صحن وضفت عليه شوية ماء باردين، الماء بارد عادي، والماء حطيت فيه شوية ماء زهر باش زادا كيف يعطينا نكهة باهية في الكسكسي. وتنجم تحط فيه ماء ورد، ماء عطرشية، أي حاجة هكا تعطيها نكهة مختلفة ونكهة باهية. ولهني بعد ما عودت الكسكسي بالماء حطيته في الكسكاس مرة أخرى ونخليه فور التفورة الثانية، يكون إن شاء الله يكون طاب معنا لأنه هو في التفورتين يكون إن شاء الله الكسكسي طيب بطريقة باهية. نخليه 10 دقايق ومن بعد تالي نهبطه. لهنا ما شاء الله الكسكسي طاب، مش محتاج حتى شيء لا تفوير ولا حتى شيء تفويرة أخرى، لو تفويرتين. أي نوع كسكسي بالنسبة لي هو كسكسي باكوات تفويرتين يكون طيب معاك ما شاء الله. لهنا هبطت الكسكسي الكل وقلبته بالباهي ومازال سخون، ضفت عليه بمقدار 100 جرام من الزبدة. أنا الزبدة كانت جامدة شوية عندي، حطيتها في الكسكاس وقت اللي كان الكسكسي تيب ذوبتها شوي والباقي هبطته كيكة وقلبته في الكسكسي. بقيت نقلب فيه حتى اللي انذابت الزبدة بالباهي في وسط الكسكسي، لأن الكسكسي مازال سخون. واللي ما يحبش زبدة وعنده زيت زيتونة ينجم يحط زيت زيتونة بالطبيعة أحسن وأفيد ببرشا من الزبدة، ولأنه أنا ما عنديش زيت زيتونة حطيت زبدة. ولهنا ضفت ملعقتين من السكر، يعني مغرفتين سكر. فما شكون يحب يحط عسل
فما شكون يحب يحط سكر أقل، فما شكون يحب يحط سكر أكتر، كل واحد حسب الذوق بالنسبة ليه هو. وقلبت السكر مع الزبدة مع الكسكسي بالباهي. اللي هني نقصت شوية كسكسي باش يجيب الضبط مع المكونات. وحطيت كان عندي شوية بفراوة حمصتها وهروشتها وحطيتها زادة كيف كيف مع الكسكسي، ما حطيتش مكونات أخرى ولا فاكهة أخرى. والهنا عندي رمانتين فصصتهم وحطيتهم وقلبتهم في وسط الكسكسي. جات ما شاء الله، يعني الكسكسي جاي طايب في حقه مع الرمان، جاي بنين. كان عجبتكم طريقتي وعجبكم المسفوف التونسي. أتمنى اللي يشوفني أول مرة دعمكم واشتراككم في القناة. حطيت هنا حطيت الكسكسي نتاعي في صحن التقديم. بالنسبة لي الكسكسي هذا صالح لأي وقت، وفي أي وقت في النهار يتاكل، في الصباح، فطور الصباح، العصر، بالليل، في أي وقت. طريقة سهلة وبسيطة. ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك في القناة، وإلى اللقاء في وصفة جديدة، في أمان الله.